ازاي تفتكر اي حاجة بتفكر فيها وازاي تستخدمها عشان تساعدك. الشيء المميز في الالهام انك ما تعرفش امتى هتجيلك الفكرة، فعشان كده اول ما تجيلك اقفش فيها وامسك بايديك واسنانك واكتبها في اي حاجة. لما تكون بتعمل سيرش سواء على جوجل او سواء على اي حاجة تانية، خلي دايما الفايل مفتوح عشان تقدر ترجع له وتدون فيه اي حاجة بكل سهولة، وخليه في مكان تقدر توصل له وانت مرتاح. عقلك بيستوعب كم كبير جدا من الافكار خلال يومك وخلال التجارب والافكار والحاجات اللي بتمر بيها في اليوم. والطريقة الأكثر شيوعا لكتابة الأفكار هي الكتابة. القراء والكتاب المشهورين لسه لحد دلوقتي بيستخدموا الورقة والقلم، رغم إن في نوت بوك وآيباد وحاجات كتيرة جدا أونلاين يقدروا يستخدموها عشان يدونوا الأفكار بتاعتهم أو الكتب بتاعتهم، إلا إنهم لسه بيستخدموا لحد دلوقتي الورقة والقلم. طابع الورقة والقلم بيحسسك بروح كده، روح الكتابة، الشعور اللامتناهي من الحاجات والتراث القديم. في طريقتين عشان تكتب أفكارك أو تجسدها. الطريقة الأولى هي العصف الذهني، والطريقة الثانية هي الكتابة الحرة. العصف الذهني هي طريقة لاقتراح وجمع أفكار معينة وتدوينها، أما الطريقة الحرة هي الطريقة اللي بتكتب فيها أي أفكار، ومش بالضرورة خالص إنك تجمعها أو تكون بتكتب في سياق معين، المهم إنك تكتب بس. عشان توصل لأفكار جديدة الموضوع بيشبه عضلة، كل ما مرنتها أكتر أصبحت أقوى. دور يوميا على أفكار تفيدك وتستخدمها وتفيد غيرك بيها كمان، وهتلاقي كم من الأفكار الكتيرة جدا اللي بتجيلك بس من خلال إنك بدأت تكتب الأفكار دي. الأفكار ملهاش مواعيد، ممكن تجيلك الفكرة وانت نايم وتقوم تكتبها، ممكن تجيلك وانت في الحمام أو وانت قاعد بتذاكر، ممكن تجيلك كمان وانت في المواصلات وانت قاعد في الكرسي الأخير وساند دماغك على الشباك وبتتأمل في العناوين ويوفط الشوارع. عشان تكتب اي فكرة انت محتاج ورقة وقلم، ودي الطريقة العادية. تقدر تشتري نوت بوك من اي مكتبة عشان تستخدمها وتقدر تدون فيها افكار. كمان ممكن تستخدم نوت الموبايل عشان تدون افكارك بشكل سريع، ودي الاغلبية بيعتمدوا عليها في الوقت الحالي. كمان ممكن تشتري ايباد مخصص لكتابة الافكار او لتدوين اليوميات، ودي حاجة انا بنصح بيها، وده هيساعدك جدا لو انت بتستخدم الايباد او الموبايل في كتابة افكارك. ستيك نوتس، ودي الحاجة اللي أنا بفضلها جدا في الوقت الحالي واللي دايما برجع لها وبلاقي نفسي كاتب كم أفكار رهيب جدا وحاجات فعلا بتساعدني إن أكتب بشغف. افتكر دايما إنك بتتعرض لمواقف كتيرة خلال يومك، وده بيساعد عقلك جدا جدا في عملية إنتاج الأفكار، حتى لو مش قادر تفكر أو ما عندكش الرغبة أو ما عندكش الحماس. أي حركة بتعملها زي إنك تمشي في الطبيعة أو تمشي في أي مكان أو تختلط بالناس أو تشوف فيديوز، ده بيساعد عقلك جدا وبيحفزه انه يكون افكار جديده. في الختام ما تنساش ان الافكار وليده اللحظه، والفكره اللي مش هتكتبها للاسف مش هتعرف ترجع لها تاني. فتاكد انك دايما بتكتب افكارك، حتى لو مش بالضروره انك مهتم بالافكار دي. اكتبها وبعدين ارجع لها، وهتلاقي انك بتستغرب ازاي انا كتبت الحاجات دي وامتى كتبتها. ما تنساش تكتب افكارك كويس وتركز اللي انت بتشوفه واللي بتسمعه حواليك، لان ده كله بيأثر على تفكيرك وبيأثر على نمط حياتك. فتأكد انك عايش حياة صحية، عايش حياة سليمة بدون تفكير كتير في اللي بيحصل والأحداث اللي بتمر بيها. دمتم بخير. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان ده بيساعد جدا في انتشار المحتوى. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.